كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض شوية مشويات كده في اول يوم العيد. عزمت اخواتي وقلت لازم نعمل شوية مشويات بقى، وعملنا كفتة مشوية وطرب ولحمة مشوية وريش ضاني وشوية كباب كمان، وكانت حاجة عظمة جدا. وطبعا التتبيلة اساس كل الكلام ده بكل تركاتها وحركاتها هتشوفوها في الفيديو ده. وطبعا مش عايزة افكركم انكم تعملوا لايك وشير للفيديو. اول حاجه بقى هنعملها ان احنا هنبدا ان احنا نتبل اللحمه بتاعتنا. هنجيب دلوقتي ميه بصل حوالي كده، ميه حوالي 5 6 7 بصلات كده، وبرضو ميه طماطم. وهنبدا دلوقتي نحط ملح وفلفل من كل حاجه حوالي معلقه. ودلوقتي هننزل بنص معلقه من السكر. وطبعا لا غنى عنه خلطه كفته كنور. دي بهارات حلوة جدا في اللحمة المشوية، فعلا بتدي طعم حلو جدا. هنحط حوالي معلقتين كده او 3 معالق صغيرين. وبكده تكون خلطة التتبيلة بتاعتنا جاهزة معانا، وهنبدأ ان احنا بقى نرص اللحمة بتاعتنا كده ونتبلها بالطريقة اللي انتوا شايفينها. وبعد ما نخلص رصها والتتبيلة، وان احنا نحاول ان احنا نشرب اللحمة كلها كده من التتبيلة، هنبدأ ان احنا نغطيها بورق سلوفان ونشيلها في التلاجة لغاية تاني يوم. طبعا كل الكلام اللي احنا بنعمله دلوقتي ده كده قبلها بيوم نكون بنجهز اللحمة بتاعتنا ونحطها في التلاجة، وتاني يوم نبدأ ان احنا نشوي اللحمة بتاعتنا. وطبعا بقى مش هفكركم باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل وصفاتي انا وماما في المطبخ. دلوقتي بقى غطينا اللحمة بتاعتنا بالاستراتش، وهنبدأ ان احنا نحطها في التلاجة لغاية تاني يوم. بنفس التتبيلة بقى هنعمل شوية ريش ضاني كده وشوية كباب، وفعلا دول كده كانوا حاجة عظمة قوي. هنبدأ دلوقتي نحط الريش الضاني برضو في التتبيلة زي ما حطينا اللحمة بالظبط، وبرضو الكباب بنفس الطريقة، ونرصهم كده مع بعض ونحاول ان احنا بقى نشرب اللحمة كلها كده التتبيلة. لان يعني فعلا دي اهم خطوة في انك انت تعملي مشويات في البيت، انك انت تكوني عاملة تتبيلة صح. طبعا احنا عملنا التتبيله، وبابا كان عليه ان هو يشوي اللحمه، وهو بصراحه يعني تعب قوي معانا اليوم ده في الشوا، لان فعلا الدخان بيبقى جامد جدا. وخصوصا ان احنا كمان بنشوي في البلكونه، فالموضوع ما بيبقاش فيه هوا جامد، ان احنا الدخان يبقى غير منتزه بقى، والخروجات والحاجات دي كانت بيبقى فيه هوا حلو جدا. برضو عايزه اقول لكم ان دي بتبقى فسحه حلوه قوي في العيد، ان احنا ناخد شويه مشويات ونشوي كده في المنتزه، بتبقى حاجه عظمه جدا. ودلوقتي بقى جبنا شوية الكباب بتوعنا وحطيناهم برضو كده، ونحط عليهم التتبيلة ونشرب التتبيلة ليهم. وبرضو هنغطيهم بالاسترتش ونشيلهم في التلاجة لغاية تاني يوم. تعالوا بقى اقول لكم على تالت حاجة، وطبعا دي اهم حاجة في المشويات بالنسبة لي، وهي الطرب. الطرب يعني لا غنى عنه في المشويات. هنجيب الطرب بتاعنا ويكون كده قطع، واللحمة تتبيلة اللحمة دي معلش ما تصورتش، بس التتبيلة موجودة على القناة، هحطها لكم في اخر الفيديو ده. بعد ما خلصنا الكمية وكده يكون الطرب جاهز معانا، نبدأ بقى دلوقتي ان احنا نشوي. وطبعا عايزة اقول لكم ان احنا عملنا كفتة، وتتبيلة الكفتة هحطها لكم برضو في اخر الفيديو ده. هتلاقوا فيديو للكفتة ازاي نعمل كفتة الحاتي. وزي ما انتم شايفين كده احنا بدأنا باللحمة المشوية، وطبعا يبقى معانا حاجة ان احنا نحط فيها اللحمة عشان نغطيها على طول كده، بحيث انها ما تبردش مننا لغاية ما نخلص بقية الشوي، لان فعلا الشوي بياخد وقت جامد جدا. بس عايزه اقول لكم ان اسهل حاجه ممكن تشوها هي اللحمه للسيج دي، القطع كده بجد دي اسهل حاجه، واقل حاجه بتطلع دخان، فبالتالي بتبقى سهله جدا.
زي ما انتوا شايفين كده بعد ما استوت شكلها وبجد ريحتها كانوا جامدين جدا جدا. تاني بقى حاجة هنبدأ بيها وهي الكباب، لان الكباب بيبقى عايز نار هادية خالص وعلى مهله كده ويبدأ ان هو يستوي براحته، لان فعلا الكباب ده اكتر حاجة الناس كتير قوي ما بتعرفش يعني تشويها في البيت. يعني فعلا الناس كتير قوي اشتكت انها في الفيديو بتاع المشويات اللي فاتت ان الكباب ما بيستويش معانا كويس في البيت ومش هنعرف نعملوه كده. لا، اهم حاجة ان احنا نسويه على نار هادية خالص ويكون الفحم هادي كده وياخد بقى وقته براحته خالص. وبصراحة يعني طعم الكباب يستاهل ان احنا يبقى لينا طولة بال عليه كده وان احنا نعمله في البيت بطريقة حلوة. وطبعا ما ننساش الريش الضاني حطيناها على الشواية التانية، وبس بعد كده نقلناها بقى في الشواية التانية دي عشان احنا بنحب نشوي الريش الضاني في الشواية اللي هي بتبقى مقفولة من ناحيتين. زي ما انتم شايفين كده كانت حاجة عظمة وريحتها كانت جميلة جدا. والكباب زي ما انتم شايفين كده احنا سايبينه على نار هادية خالص ويستوي براحته. ونيجي بقى كده نقلب الريش الضاني وبجد حاجة كده كانت عظمة جدا جدا. نيجي بقى لأسطورة الدخان الجامدة جدا واللي اكتر حاجة فعلا بتطلع دخان في الشوي وهو الطرب طبعا. دي اصعب حاجة في الشوي فعلا، لان الدخان كله بيبقى طالع عليكي كده بيبقى حاجة صعبة جدا. بس عايزة اقولكم ان فعلا برضو ده يستاهل ان احنا نعمله في البيت، لان فعلا طعمه جميل جدا وبيتباع بره باسعار كده خيالية جدا. يعني اخر فترة كمان سمعت اسعار كده غريبة قوي، فان احنا نعمله في البيت ده اوفر بكتير. دلوقتي بدأنا ان احنا نسيخ الكفتة بتاعتنا على السياخ ونبدأ ان احنا برضو نشويها. برضو طريقتها بقى سهلة جدا خالص خالص خالص. وهو برضو بأكد عليكم ان الفيديو بتاع الكفتة هتلاقوه في اخر الفيديو ده. اليوم ده فعلا محدش يتكاسل عنه، لان بيبقى يوم حلو جدا ولمين العيلة كده كلكم مع بعض وبتتلموا كده وتقعدوا تشوا مع بعض وتهزروا وتضحكوا بتاع. فعلا يوم حلو جدا. جربوه وخلوه يوم اساسي في العيد. انا حبيت ان احنا يبقى كان اول يوم عشان احنا كلنا كنا اجازة من الاشغال بتاعتنا، فكان يوم مميز جدا بالنسبة لنا. وان شاء الله بكرة بكتير هنزل لكم حاجة حلوة عملتها برضو في اليوم ده. وطبعا برضو مش هنساكوا في الفتة، لان اكيد هنعمل فتة وهنزلها لكم برضو طريقتها، لان الفتة طبعا سهلة جدا. يعني اي حد بيقدر يعمل فتة، بس برضو الفتة بيبقى ليها تركات هبقول لكم عليها في الفيديو بتاعها. كده احنا خلصنا الكفتة بتاعتنا وهنبدأ ان احنا نشويها بقى دلوقتي ونحطها بقى كده على الشواية. ودي كانت اخر حاجة خلاص، وان احنا نبدأ بقى ان احنا ناكل. عشان بجد بعد ان احنا نشوي كل الكلام اللي احنا بنشويه ده كله بتبقي خلاص يعني انت عايزة تاكلي دلوقتي حالا. بس برضو لازم نستنى كل حاجة تخلص عشان نبدأ ان احنا ناكل كده مع بعض أسرة كده على سفرة واحدة. فبجد ما تنسوش تعملوا اليوم ده في العيد. بعد ما خلصنا بقى الكفتة حابين ان احنا نسخن شوية طرب ونحط بقى معاهم العيش كده بيبقى تحت الطرب، ونغطي برضو الطرب كده بالعيش. والعيش ده طبعا بناكل بيه بقى بعد كده المشويات. زي ما انتم شايفين كده حطيت رغيف تحت ورغيف فوق، بيبقى طعمه حلو قوي، انه بيبقى واخد من طعم الطرب كده وهو مشوي، بيبقى حاجة عظمة جدا. طبعا بقى الطحينة بتاعتنا بقى والسلطات وعايزة اقول لكم ان كان الموضوع جامد جدا. والبيبس طبعا والشيبسي بقى والحاجات دي كلها حاجات مهمة جدا. وزي ما انتم شايفين كده عملنا احلى شوية مشويات واحلى طبق مشويات هتروحوا تشتروه من بره بالشيء الفلاني، واحنا ممكن ان احنا نعمله في البيت ونستمتع باليوم بتكلفة اقل من كده بكتير. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلينا ان شاء الله. باي باي.